السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير. لا فيديو تاع اليوم هي بسبوسة رائعة مشربة معسلة حتى للقلب، خفيفة اقتصادية ببيضة واحدة وتخرج لكم كمية مليحة. نمر مباشرة لمشاهدة طريقة التحضير. أول خطوة نمروا عليها لازم نحضروا الشربات. بالنسبة للشربات نجيب كاسرولة نحط فيها كاس وربع نتاع السكر العادي، معاهم 2.5 كيسان نتاع الماء، معاها طرنش نتاع قارص. بالنسبة لقياس الكاس المستعمل هو كاس 240 مليلتر. نحطها على النار نستناها حتى تغلي، غير تغلي نبدأ نحسب لها. بعد ما يفوتوا 10 دقائق نطفي عليها ونخليها تبرد جانبا. في وعاء نحط بيضة كاملة بدرجة حرارة المطبخ، نضيف عليها نص كاس نتاع السكر العادي، ملعقة صغيرة فانيليا مملوءة جيدا ليكيد ولا بودرة، قرصة نتاع الملح. نحرك هاد المكون، ولا تقدروا تستعملوا الباتور كيما انا استعملت الباتور باه نوفر عليا الوقت. نص كاس نتاع عصير البرتقال، نصف كاس حليب عادي يعني دافي. نحرك ايضا بالباتور كاس الى ربع زيت نباتي، نضيفوه بالدفعات ونحركه بالباتور. راح نمر نضيف النواشف. حطيت كاس نتاع السميد. بالنسبة للسميد هنا لازم يكون متوسط، انا استعملت نتاع الباكي برا، استعملت نوعية نتاع عمور. اذا درتو هنا الشيشة اللي تكون رقيقة ماهيش راح تصلح، واذا درتو الخشينة ايضا ماهيش راح تصلح، لازم تكون متوسطة. حطيت معاه 2 ملاعق كبيرة نتاع الفرينة، وحدة خميرة كيميائية، ونحرك الخليط، نغطيه نخليه 5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق رجعت للخليط حركته، لقيته مازال سائل. ومن اسرار نجاح البسبوسة لازم يكون الخليط ثقيل شوية، لانه اذا كانت سائلة مع راح تدخلوها للفرن تقيسها شوية حرارة راح تحبط في السنيوة وماهيش راح تتنفخ نهائيا. الآن بعد ما وليت بعد 5 دقائق لقيته مازالو سائل، جبت نص كاس نتاع سميد وضفته بدفعات. هذاك هو دالي يعني كاس ونص نتاع سميد، معاه 2 ملاعق كبيرة فرينة ووحدة خميرة كيميائية. نحرك غير بالفويه. هنا نستغناو على مرحلة الباتور هكا باه نضمنو باللي البسبوسة تجي ناجحة وما تجيش معجنة. نجيب الصينية اللي راح نفرغ فيها الخليط، ندهنها بشوية نتاع زيت ولا زبدة، نغبرها ايضا بالسميد ولا نغبرها جيدا باه نضمن باللي ماهيش راح تلصق. نفرغ الخليط وندخلها مباشرة للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة. نحطها طيب راح تديلي حوالي 40 دقيقة وتكون واجدة. من بعد ما نخرجها وهي سخونة نفرغ عليها الشربات، نغطيها. سر آخر من أسرار نجاحها باكي تقسموها ما تتفتتش معكم، لازم يمر على الأقل ساعة، ولا هنا كنت خليتها بعد ما مر عليها 3 سوايع يعني كما نقولوا دار، والعشية استقهوينا بها. قطعتها. أكيد هنا تقدروا تدهنوها غير بالناباج وديروا عليها أي نوع من أنواع المكسرات، تحبوا جوز الهند ولا كاوكاو ولا أي حاجة تفضلوها. كما راكم تشوفوا هذا هو شكلها النهائي، تجي معسلة بنينة ما تتفتت ما والو، تتهز عادي، والأهم من ذلك خفيفة واقتصادية. وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.